عندك فيش جالي وحلويات محمره وحلويات منفوس، بنحمر كده في قلب الزيت. شويه فلفل مع شويه قوطه مع شويه بصل متكلفين ببهارات، بيدوا شمخه وطعم كده جديد كده وليه نكهه ثانيه معينه. وعندنا ده ممبار محمر، ممبار عجالي بلدي مش مستورد. وعندك الحاجات هنا حضرتك دي فيش، ده لسان عجالي، ده ممبار بقري بلدي زي ما حضرتك شايفه كده. الممبار البلدي واللي مش بلدي، بصي الممبار البلدي تلاقي فيه الدهن وكده، يعني حتت دهن بسيطه وكده. التاني بيبقى شفاف خالص، ده جاي مصور اللي هو الهنكات، احنا ما بنشتغلش بيها. عندنا طحال بقري زي ما حضرتك شايفه كده، في رصداني دي اسمها فواكه اللحوم، فيها جبهتين وجهرتين لسان ومخ. ده لسان عجالي احمر خالص، الزبون عايز طلب احمر بنطلع له لسان زي ما حضرتك شايفه. في عندنا جوه في المحل بقى كوارع وفته وشوربه. ورينا بقى الطبق المشكل بقى بيتقدم ازاي اللي بتعمله ده. طبق بكام بقى؟ ده طبق بيبدأ من 70. 70 عباره ده عن ممبار وده طحال. ده طحال بيتسلق الأول طبعا. دي فشة وحلويات وحتتين كفتة. الطبق بيبدا من 70 جنيه. بيبدأ من 60. زي ما الزبون بيطلب بقى، في زبون عايز يطلب ب 100، طلب ب 120، ب 80، ب 70. عندنا كل الأسعار. كل الحاجات دي بلدي. بلدي زي ما حضرتك شايفه كده. بصي ما بيخشهاش حاجة مستوردة. قولي ايه السر بقى في الحلويات، حلويات المطبخ دي؟ ايه السر في اللي يبقى طعمها حلو؟ دي حاجة من عند ربنا بقى سبحانه وتعالى، احنا من فضل ربنا، احنا مصمودنا دوت من الخمسينات، فمن فضل ربنا دي حاجة من عند ربنا بقى. بص ده طحال كده، ده طلب ب 70. ده ممبار وطحال وكفته وحلويات وفشه بقى.